أكثر سيارات تونس بالعالم وبعضها موجود بالعراق. راح أعتمد على معايير عالمية لقياس الونسة والبهجة. السيارة لازم تكون متوازنة ومن السهل السيطرة عليها، والمحرك يكون بقوة معقولة وصوت حلو بحيث تقبض بنزين وانت مستمتع ومعابر ال70. ووزن السيارة قليل، ويا حبذا لو كانت السيارة جير عادي ودفع خلفي. اولا البي ام اي 30 325. ال 325 معروفة بانعشاقها برمز الشاص اي 30. سيارة رب الونسة والتحكم تسلندر طرب، وفوق هذا كلاسيكية بشكلها. تخيل مدرسة تعليم السياقة هاي تعلمك شلون تسوق رالي بهاي السيارة وما يستخدمونها الا هي. دوس ومشي صفح وكفخ وقمزات وتشيل وتنشمر وتتحمل وتستمر. سيارة قوية عطالها قليلة، كل شي بيها توب، صعب تحصل نظيفة منها وغراضها ماكو، هاي مشكلتها. اسعارها تبدي من 25 ورقة الوحدة بمحرك نظيف على الاقل، والزينات تبدي من 40 ورقة. بس تقدر تنتقل للاي 36 والاي 46 حتى تحصل على شيء افضل وغراضها متوفرة بشكل اكثر مع زيادة معقولة بالسعر. يعني الاي 36 تبدي من 35 ورقة وصاعدا، والاي 46 تبدي من 50 ورقة فصاعدا. المازدا مياتا ام اكس 5 سيارة قوية واعتمادية، خفيفة ومتوازنة بشكل، بابين كشف، تنفع بكل شيء. سيارة ونسة على أي طريق ومعروفة عالميا بالجير مالتها الجيد ومحركها الجيد وعمرها الطويل، وممكن تعديلها على السباقات والأجل الحلبات والشارع والدريفت والكل شيء والأي شيء. محبوبة الجماهير في أمريكا وبريطانيا، سعرها مناسب جدا جدا هناك خصوصا للموديلات القديمة. مشكلتها ما موجودة بالعراق إلا قليل، بس لازم أذكرها لأنها أيقونة عالمية. وأخيرا ننهي الفيديو بالجولف. الجولف من في دبليو موجودة بكل موديلاتها بالعراق وبكثرة، سيارة جيدة وممتعة وخفيفة وموجودة وشائعة في العراق، وغراضها أيضا موجودة. مشكلتها كل ما تطورت زاد وزنها، والموديلات الحديثة فوق 150 ورقة خصوصا إذا رياضي. بس الموديلات القديمة يعني الجيل الأول والثاني والثالث تحصل من 35 45 ورقة، يعني حق موديل التسعينات تقدر تحصلها بسعر معقول. أتمنى عجبكم الفيديو، إن شاء الله أنزل فيديو ثاني. مع السلامة.